حاسة بداية هذا الفيديو غريبة شوي. بالعادة ببلش لكم الفيديو وأنا عم أتمشى، بس لا تقولوا لي اليوم القعدة شتوية بامتياز، يعني مطر وقهوة ونار، يعني قعدة كنكنة غير شكل. قبل ما بلش هذا الفيديو أول شيء بدي أتشكركم كتير من كل قلبي على كل الدعم اللي شفته منكم آخر فترة على قناتي ما صار لها زمان فاتحة، والحمد لله رب العالمين قدرت قبل نهاية سنة 2025 إنه نوصل 10,000 أخ وأخت، لأنه في كتير منكم جداد على القناة وما بيعرفوني. سألتوني كتير أسئلة على الانستغرام، وبالإضافة أنا كمان نزلت لكم منتدى على يوتيوب سألتكم أنتم شو حابين تعرفوا عني، فلهيك اليوم حيكون الفيديو حجاوب فيه على أسئلتكم. كتير منكم سألوني إنه شو اسمي نفسه اللي على القناة هو حقيقي اسمي ياسمين. وانا وين كنت مقيمه؟ هي قصه طويله كثير. انا كنت مقيمه تقريبا 13 سنه، 13 والله ما بعرف 12 ولا 13 بهولندا. ومن فتره كثير قصيره، مده شهر او شهرين انتقلت لهون على سوريا بعد ما عشت فتره كثير طويله بهولندا، وللاسف ما تاقلمت. يعني قررنا بعد التحرير انه اجي واستقر هون بسوريا. قديش عمري 25 سنه، وانا على فكره برج الاسد، فانا ما كثير بعرف عن برجي، فبدي اياكم تكتبوا لي انتم تحت بالتعليقات شوي عن مواصفات برج الاسد. بيقولوا انه شخصيته هيك غريبه، يعني انا ما بعرف اذا هو شخصيته غريبه او انا اذا اسم على مسمى ولا لا، فما بعرف. السؤال الثاني انه انا من وين؟ هلا بظن اللهجه كثير مبين معكم انه انا شاميه، ومو بس شاميه يعني ومن الميدان، فانا من سوريا، من نص الشام، من الميدان. والسؤال اللي بعده بيقول انه انا ليش نزلت استقر بسوريا؟ والله ليش نزلت استقر بسوريا؟ لا، هي كانت فكره ابدا مو متاحه من زمان يعني، بس انا كنت انزل بس الزيارات. فبعد التحرير نزل معي جلال اللي هو جوزي، يعني اللي ما بيعرفنا نحن عندنا كمان قناه ثانيه، حنحط لكم رابطه تحت بصندوق الوصف مشان تروحوا تتابعونا هنيك. بس على القناه بتشوفوني بس لحالي، هنيك بتشوفونا انا وياه سوا. فبعد التحرير بلشنا ندرس الوضع، انه هل خرج الواحد يستقر بسوريا، كونه نحن كنا عايشين فتره كثير طويله باوروبا، هل خرج الواحد يجي يستقر بسوريا من ناحيه الشغل، من ناحيه الدراسه. طبعا نحن بنحاول كمان على قناتنا الاساسيه انه نوصل لكم هي المعلومات، لانه نحن مثلكم جايين بعد غربه كثير طويله، فما كثير كانت الامور واضحه بالنسبه لنا. فبلشنا ندرس الموضوع بالنسبه للشغل، بالنسبه للحياه، الوضع امن مو امن. وحسينا انه مبدئيا الوضع انه خرج الواحد يجي يستقر بسوريا بالنسبه لنا طبعا. فنحن اخذنا هذا القرار، وصلنا تقريبا قرابه الشهرين ناقلين من هولندا لهون على سوريا. بس هي ليش طفت؟ يعني معقول حتى هون قطعت فيها الكهرباء؟ والله كانت عامله جو حلو، لا تقولوا لي هيك جو اضبط. يعني السؤال المهم كثير اللي دائما بتسالوني اياه، انه شو رح يكون محتوى قناتي؟ هل رح يكون محتوى القناه تبعي مثل المحتوى اللي نحن بننزله على قناتنا الثانيه، ولا حيكون الوضع شوي مختلف؟ هلا انا بالبدايه من اول فيديو نزلت لكم اياه حكيت لكم ما في هدف معين للقناه تبعتي، بس انتم كثير منكم في بناتي بيبعتوا لي انه بيحبوا يشوفوا شغلات ثانيه مختصره عن الشغلات اللي نحن بننزلها بقناتنا. بالعاده بنحاول دائما نعمل لكم جولات بالاسعار، المناطق، الاسعار، البيوت، يعني كل شيء نحن بيصير معنا بنحاول كمان نوصلكم الفكره. فحبيت انه يكون الوضع بقناتي شوي اهدى وشوي مختلف، يعني شو ما خطر على بالي او شو ما انتم حابين انه انا اصور لكم انا بصور لكم اياه. فدائما انا بحكي لكم انه انتم شو حابين انا اصور لكم، فيكم تكتبوا لي دائما بالتعليقات، او فيكم تبعتوا لي على الانستغرام اي شيء بيخطر على بالكم انا فيني اصور لكم اياه، اكيد حانزل اصور لكم اياه. ما بعرف اذا سمعانين صوت المطر، ما شاء الله، الله يبعث الخير يا رب. طبعا انا عم صوركم هذا الفيديو باول يوم بالسنه، وما شاء الله من الصبح المطر ما هديت ابدا، الله يبعث الخير يا رب. والسؤال اللي بعده، ناوي تعملي لنا شيء برمضان؟ بما انه رمضان كثير قرب، بقيان له يمكن شهر ونص تقريبا، فان شاء الله كل عام وانتم بالف خير يا رب. ولا تقولوا لي، اكيد انا اول وحده عم اعايدكم، فاذا ناوي اعمل شيء برمضان فاكيد ناوي اعمل شيء. نحن على قناتنا الاساسيه حنعمل لكم شيء ثاني مختلف عن اللي انا حاعمل لكم اياه، بس انا الفكره لساتها ببالي، وكونه نحن هيك اهليه بمحليه بدي اخذ رايكم. انا حابه انه اعمل لكم شيء بخص الطبخ. بتعرفوا نحن النسوان والبنات روح قلب من الطبخات والترتيب وهي الاشياء برمضان، فانا حابه اعمل لكم سلسله بعنوان او باسم مطبخ ياسمين، تكون عباره عن 4 حلقات تقريبا، يعني كل اسبوع حلقه بتحكي عن طبخه معينه. طبخه طبعا انتم بتختاروها، او انتم الشيء اللي انتم حابين اصور لكم اياه، طبخات غريبه من بلدان مختلفه. فانتم بدي اياكم تكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا حبيتوا الفكره ولا لا، وشو حابين انه نصور لكم بهي الطبخات، يعني طبخات سوريه، طبخات من بلدان ثانيه. فبدي اياكم تكتبوا لي تحت بالتعليقات. والسؤال اللي بعده، راح تصوري لنا روتينات بالبيت؟ هلا انا والله حقا علي بعرف اني مقصره معكم كثير بخصوص الروتينات والتصوير بقلب البيت، بس انا ما عم صور لكم روتينات بالبيت حاليا، لانه نحن حاليا ما مستقرين ابدا لسه ببيت معين. يعني اخذنا بيت من فتره، وهلا حاليا عم نغيره، وما بنعرف اذا حنضلنا مستقرين فيه ولا لا.
شفتوا لي كم مره انا شوبرت بايدي؟ معلش يا جماعه والله العظيم، بعرف في ممكن حيعلق لي كم مره رحت من هون لهون، بس انا عندي على حركه كثير طبيعيه، بشوبر كثير بايدي. المهم فان شاء الله بس حتى استقر بالبيت حاعمل لكم روتين تنظيف، روتينات الطبخ، روتين الصباحي، بتعرفوا روتينات البنات كثار وما بيخلصوا. والسؤال اللي بعده انه ليش ما فكرتي تعملي فيديو مع متابعينك؟ هلا انا مو انه ما فكرت، بالعكس انا الفكره كثير بحب اني اعملها، بس بحس الموضوع صعب شوي انه يتنظم. بس انا ابدا ما عندي اي مشكله انه اطلع اصور مع وحده فيكم، اذا حدا حابب منكم انه يطلع معي بالقناه ونصور شيء فعاليه مع بعض، او اذا في جروب صبايا هون بالشام نعمل رحله، نعمل فعاليه، نروح مشاوير مع بعض ونصورها، فانا ما عندي ابدا اي مشكله. فبدي اياكم تكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا حدا منكم حابب هاي الفكره. والسؤال اللي بعده بيقول الولد اللي عم يطلع معكم اخر فتره على القناه متبنينه، وهل عندكم ولد ثاني ولا لا؟ هلا قصه هذا الولد كثير طويله، وبظني اللي سائل السؤال انه مو شايف الفيديو الاساسي اللي نحن حكينا فيه القصه كلها بالتفصيل على قناتنا الاساسيه، بس انا حجاوبكم هون بشكل مختصر. هلا الولد نحن لا مو متبنينه، لانه بتعرفوا انتم موضوع التبني حرام اصلا، فنحن عاملينه مثل كفاله. نحن لساتنا حاليا عم نمشي بالوراق. هل عندكم ولد ثاني؟ لا نحن لسه ما عندنا اولاد غيره. والسؤال اللي كثير بتسالوني اياه انه ليش الفيديوهات تبعيتك ما عم تكون طويله، عم تكون بحدود الربع ساعه ل 13 دقيقه، وليش ما عم تنزلينا اكثر من مره بالاسبوع؟ هلا والله للامانه هي كانت الفكره من البدايه لحتى انا اشوف وضع التفاعل عندي بالقناه، لانه بتعرفوا القناه لساتها جديده عندي شوي، فكنت مقرر من البدايه انه انا اصور لكم بس فيديو بالاسبوع، بس انه انا ما عندي مشكله اذا سويت لكم اياهم فيديوهين بالاسبوع، بس بدي اياكم انتم تعطوني افكار او شو حابين انه انا اسوي لكم، انه انا ما بدي اصور شغلات انتم ما حابين تشوفوها. فاذا انتم حابين انه انا كتر لكم فيديوهات بالاسبوع، بدي اياكم انتم تعطوني الافكار مشان ما اعد لكم فيديوهات نحن عم نصورها او مصورينها قبل على قناتنا. وليش فيديوهاتي ما عم تكون كثير طويله؟ هلا بحس انه اذا كثير طولتها في منكم عم يملوا وعم يختصر الفيديو او عم يكرروا، فهذا الشيء مبدئيا بيضرب عندي القناه، فمشان هيك عم حسها انه اذا عم تكون من 13 ل 15 دقيقه عم تكون بالحد المعقول يعني. والسؤال اللي بعده اهلك بهولندا ولا بسوريا وما بتفكري انه تطلعيهم معك بالقناه؟ هلا لا الحمد لله اهلي هون بسوريا، وقت كنت بهولندا كنت مغتربه عنهم، فالحمد لله هون اهلي جنبي، وما بفكر ان طلعهم معي بالقناه ولا لا. لا بصراحه هذا الشيء ابدا قرار مو لإلي، يعني مو انا اللي بفكر ولا ما بفكر، هن اذا بيحبوا يطلعوا معي فاكيد انا ما عندي اي مشكله. فانتم اذا بتشوفوا مثلا اهل لولا جلال احيانا بيطلعوا معنا على القناه لانه هن ما عندهم اي مشكله بالموضوع وبصير الموضوع بشكل عفوي، اما انا بالنسبه لاهلي ما كثير بيحبوا يطلعوا. بس انتم يمكن شايفين اختي الصغيره فيديوهات كثير قديمه لنا على القناه، فاختي الصغيره ما عندها اي مشكله تطلع، فتطلع معي يعني اذا كان في فيديو لازم تطلع معي فيه، فما في اي مشكله يعني. هيك بكون اعطيتكم لمحه عن حالي وعن القناه تبعيتي اكثر، ان شاء الله يا رب كون قدرت جاوب على اسئلتكم كلياتها. وبخصوص افكار الفيديوهات بدي اياكم انتم تساعدوني بهذا الموضوع يا جماعه، عن جد بالنسبه لهذا الموضوع ممكن انتم تشوفوه شوي سهل انه انا مثلا صور لكم اكثر من فيديو بالاسبوع. هلا انا ما عندي مشكله نهائيا، بس انا مو حابه اصور لكم اشياء مكرره، لهيك بدي اياكم انتم تساعدوني بهذا الموضوع. اي حدا بيخطر على باله اي فكره واي شيء حابين اصور لكم اياه، يا ابعثوا لي اياه على الانستغرام، يا بدي اياكم تكتبوا لي اياه تحت هون بالتعليقات. ولهون بكون وصلت معكم لنهايه هذا الفيديو، ان شاء الله يا رب تكون سنه خير علينا وعليكم يا رب. اذا حبيتوا هذا الفيديو بدي اياكم تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتتابعوني على حسابي الانستغرام والسناب شات بتلاقوهم تحت كمان بصندوق الوصف. بحبكم كثير، بشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جديده. باي باي.